لما نقول المكسيك أول حاجة بتيجي في دماغنا هي العصابات والمخدرات والسلاح. كتير من الناس بيفكروا في المكسيك على إنها بلد مليانة مشاكل وصراعات، خصوصا مع وجود عصابات ضخمة زي كارتيلات المخدرات. بس خليني أقولك، دي مش كل حاجة في المكسيك. المكسيك مش بس عصابات ومشاكل، دي بلد مليانة ثقافة وتاريخ ومناظر طبيعية مش هتلاقي زيها في أي مكان تاني، من الأهرامات القديمة اللي زي عندنا في مصر لحد الشواطئ الجميلة. المكسيك بلد مليانة حياة وناس طيبين، وكتير من المعالم السياحية اللي بتجذب الزوار من كل أنحاء العالم. ما تنساش اللايك بتاعك قبل ما نبدأ، هيفيدني ومش هيخسرك، واشترك في القناة عشان تتابعنا أول بأول. ويلا نبدأ. وأشهر مدينة هناك والعاصمة في نفس الوقت هي مكسيكو سيتي، وهي أكبر مدينة في أمريكا الشمالية كلها، وبتشتهر بمزيج من التاريخ والحداثة زي زوكالو، ودي ساحة المدينة اللي تعتبر واحدة من أكبر الساحات في العالم، وفيها معالم أثرية زي توتي هواكن، وهي أشهر وأعظم متحف تاريخي في البلاد. ودي في شمال مكسيكو سيتي، بتضم أهرامات كتير زي هرم الشمس وهرم القمر، والأهرامات دي كانت جزء من مدينة قديمة، وكان ليها جزء كبير في الثقافة والدين عند حضارة تيوتي هواكن. وتيوتي هواكن كانت واحدة من أكبر المدن في العالم وقتها. الأهرامات دي مش بس كانت أيقونة معمارية جميلة، لكن كمان تعتبر مركز روحي وثقافي مهم في تاريخ المكسيك، بس طبعا مش زي أهرامات الفراعنة. وتاني أشهر مدينة اسمها كانكون، ودي مدينة ساحلية مشهورة بشواطئها بقى والفنادق الجامدة اللي فيها، وتعتبر وجهة رئيسية للسياحة في المناطق الاستوائية. السياح بيجوا من كل أنحاء العالم للاستمتاع بالأنشطة المائية والاستجمام والحاجات الحلوة دي. والتالت أشهر مدينة هسيب لكم اسمها على الشاشة، ودي بقى تعتبر مدينة الثقافة والفن، وبتشتهر كمان بالموسيقى الشعبية المكسيكية والرقصات التقليدية، وهي مركز رئيسي لصناعة الأغذية والمشروبات، وخصوصا مشروب التكيلا. ورابع مدينة مدينة مونتيري، المدينة دي بقى تعتبر مركز صناعي وتجاري رئيسي، وكمان هي أسرع المدن نموا في المكسيك، مشهورة بقى بمساحاتها الخضراء والجبال المحيطة بيها اللي بتوفر مناظر طبيعية جميلة جدا. نخش بقى على الجانب المظلم من المكسيك، أخطر العصابات في المكسيك. المكسيك معروفة بأنها موطن لبعض من أخطر العصابات في العالم، زي عصابة كارتيل سينالو وعصابة كارتيل جوليا، اللي شغالين في تهريب السلاح والمخدرات على الحدود. والنشاط ده ليه تأثير كبير على الأمن الداخلي للبلد، وبيخلي بعض المناطق والأحياء خطر في المناطق اللي على حدود أمريكا. يعني مثلا في حي من أحياء المكسيك يعتبر من أخطر الأحياء في البلد، اسمه تايوانا، أيوة ده مراد تايوان، والحي ده في شمال غرب المكسيك، وطبعا فيه عصابات وتهريب مخدرات وسلاح، ومعدل الجريمة والعنف مرتفع في الحي ده رغم جمال الحي الطبيعي وقربه من الحدود الأمريكية، إلا إنه بيواجه مشاكل كبيرة بسبب الأنشطة غير القانونية اللي بتأثر بشكل مباشر على حياة السكان. الناس العاديين اللي عايشين في الحي ده لازم يكونوا حذرين جدا، لأن الحياة اليومية العادية هناك مليانة مخاطر وغير آمنة. خلصنا بقى من العصابات، نخش على السياحة. المكسيك تعتبر وجهة سياحية عالمية، وبيجي لها ملايين من السياح كل سنة بسبب شواطئها الجميلة والمعالم التاريخية، وكمان ثقافتهم غنية جدا، وعندهم مهرجانات زي مهرجان دي لوس مويرتوس. ومنظمة السياحة العالمية قدرت عدد السياح اللي راحوا المكسيك في 2024 وصلوا لحوالي 50 مليون سائح. انت متخيل الرقم؟ نخش بقى على الباسبور. الباسبور المكسيكي بيتيح لحامله انه يروح لاكتر من 150 دولة من غير تأشيرة او بتأشيرة عند الوصول، وده بيخلي الباسبور المكسيكي من افضل جوازات السفر في العالم. اما بقى بخصوص تكاليف المعيشة، المكسيك تعتبر واحدة من الوجهات المناسبة للعيش بتكاليف معقولة مقارنة بامريكا واوروبا، والاكل والمنتجات اللي بتحتاجها في اليوم بتكون رخيصة نسبيا. ومن اشهر الاكلات هناك اكلة اسمها تاكو، ودي من اشهر الاكلات في المكسيك مع مكونات بقى مختلفة من اللحوم والخضروات. وعندهم أكلة تانية اسمها تشيلا كلاس، دي عبارة عن رقاق التورتيلا المقلية مع صلصة حارة. والمشروب التقليدي عندهم اسمه كواسة، وهو من الذرة، حاجة زي الشاي كده عندنا. إنما بقى المشروب الروحي الأكثر شهرة في المكسيك اسمه التكيلا، وده عبارة عن مشروب كحولي، يعني ما انصحش حد إن يسمع عنه حتى. النقل والمواصلات في المكسيك، مكسيكو سيتي بتتمتع بشبكة مترو حديثة وفعالة، وبشكل عام المواصلات العامة في المدن الكبيرة بتكون كويسة جدا. إنما بقى في المناطق الريفية هتلاقي المواصلات مش متطورة زي المدن الكبيرة. لو زرت المناطق الريفية أنصحك تأجر عربية، إنما بقى لو أنت في مدن الكبيرة بلاش تأجر عربية، عشان هتلاقي فيه ازدحام مروري، فأنت تجنب كل ده واركب مواصلات. الثقافة في المكسيك، الثقافة المكسيكية غنية بالتقاليد والفن والرقصات زي رقصة الفلمانكو والموسيقى الشعبية. المكسيك كمان مشهورة بالاحتفالات والمهرجانات زي مهرجان اليوم الوطني ومهرجان اليوم في الأموات. معرفش يعني اليوم في الأموات ده، ابحثوا عنه انتوا بقى. المكسيكيين كمان بيتميزوا بحبهم لعائلاتهم، والمجتمع ده بيخلق بيئة اجتماعية مترابطة زي عندنا كده، مترابطين جدا ما شاء الله. الرعاية الصحية في المكسيك، الرعاية الصحية متنوعة في المدن الكبيرة، في مستشفيات بقى ومراكز طبية حديثة
لكن في المناطق الريفية بتكون الخدمات الصحية جودتها أقل. ومتوسط العمر في المكسيك حوالي 77 سنة لسنة 2023، ويعني متوسط معقول. احنا عندنا في مصر على ما أظن 73 سنة. والتعليم هناك مجاني في المدارس الحكومية، لكن طبعا في المدارس الخاصة بتكون بأسعار مرتفعة شوية، وبالذات في المدن الكبيرة زي عندنا برضه. حتى الأهرامات قلدونا فيها. المكسيك بلد متنوع وغني بالثقافة والطبيعة الجميلة، لكن بيواجه تحديات كبيرة من حيث الأمان. وبالرغم من كده لسه المكسيك وجهة سياحية لكتير من السياح. وبس كده يا سيدي، لو وصلت لحد السنة دي في الفيديو يبقى انت في القلب. حط لنا بقى لايك واشتراك في القناة عشان القناة لسه جديدة وعايزين نكبرها. وما تنساش تسمع الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية. ويلا سلام.